امك عارفه انك غنيت حديث شريف. طب امك عارفه ان انت بتدعمس. يا اختي ده عمل سلكت قول يالا زياد زازا ومروان موسى وويجز ابو الانوار طايح في الكل. واهلا بيكو في شيكو شيكو. اقسم بالله العظيم الناس طابعه اتنبحت في الكومنتات تكتب لك بلاش ده باتلر. قعدتوا تتريقوا عليه. عملت لكم فيديو وقلت لكم بلاش، يعني ما ينفعش نقول ان ما عندوش، عيب. عاجبكم كده؟ اكيد عاجبكم طبعا. تموتوا في البطيء يا نهار اسود على جمهور الراب ده يا جدعان، والله العظيم يموت في الفضايح. يلا بينا يا صاحبي. ابو الانوار بدا البيف ما بينه وما بين زياد زازا 8 غرب. ليه بقى عجبني؟ اخر حاجه انت فاكرها لابو الانوار في الدسات العباسيه، ودي مستشفى العباسيه. طب ايه 8 غرب؟ ده عنبر جوه المستشفى. فهو الراجل زنق الرابرز كلهم، خليكم بقى في مستشفى العباسيه، انتوا بالنسبه لي كلكم مجانين محدش فاهم حاجه، وهاخدكم عنبر. فيلا بقى بينا نشوفوا بيعنبر على رايه ازاي. ايه الوحشه في الافيه ده؟ ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. اتفضل يا عم. الدسات بادئه ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صو. بس انا مبسوط جدا جدا باللي حصل في البرودكشن ده، لانه من الدسات اللي فيها برودكشن. خد بالك معظم الدسات بيبقى بيت حلو معمول والرابر هو اللي بيودي، بس المره دي للبابا ومعجزه عاملين شغل حلو جدا جدا في البيت بتاع برودكشن بتاع التراك ده. وطبعا مروان سامي الماستر، انت ودنك مظبوطه ومتكيفه. خش علم. بعتب على الفان عشان فقر السوق خلاك تحسب لهبل ده فنان يبقى بيتقارن بيا. داخله والانترو بتاعت ابو الانوار زي ما الكتاب بيقول بيلعبها على اصولها الراجل. وان كنت بس ممكن في البدايه اعترض انه تمام هو ما يتقارنش بيك، انت رابر وهو حد ارتست بيعمل حاجات كده زي ما بنقول كوميرشاليه. فهو شاطر، هو شاطر، مش هنسيب الحته دي على جنب كزياد زازا، بس هو كرابر قوي هو مش رابر قوي. انا معاك في ده. بص الرصه اللي جايه دي. ايه شخت ايدك اللي صلبه بعد دسي ايه رخت. يا لهوي اسمع بقى الالعاب اللي انت تحبها من ابو الانوار وما ينفعش تقول عليه كل اللي انت قلته قبل كده. ده طول الاربع بارات دول البدايه هي النهايه في القافيه. كانوا بيشتموني فانزك راحت فين نخت. الواد ده اول مره شاف فيها فرخه بيضه ما استوعبش وسال نفسه ايه شخت. ايه شخت اصلا عامل بيها وورد بلاي، انت فاهم؟ في الاول ايه شخت هي هتخيب يعني ولا ايه، وبعد كده قال لك الواد ده اول مره شاف فيها فرخه بتبيض بيضه ما استوعبش وسال نفسه ايه شخت. فاهم عامل وورد بلاي بقرف ايه اصلا. احنا تدخل على زريبه. غبي وجهه غير مشرفه لاخواتي الفلاحين. الذكاء، هو عايز يلعب على ويك بوينت عنده، فقام علشان طبعا ما يغلطش في اخواتنا الفلاحين فقال غبي وجهه غير مشرفه لاخوات الفلاحين. بعد كده بقى هطلع عين كفلاح، بس اخوات الفلاحين ما حدش يقرب منهم، ما حدش يقول ان انا بقى فاهم الصياعه. هرفع مستواك في اللعبه يا اسطى وهلفلك باخد كل فلوسي وانت جودك بيغفلك. هرفع مستواك في اللعبه يا اسطى هلفلك دي بالنسبه لي اللي هي هلفلك، يعني هعليك في الليفل. لما تيجي تلعب مع صاحبك فانت تعالى هعلي لك الليفل، بس هلفلك علشان فاهم احنا فوق كنا بنتكلم ازاي. مش هنعيدها بقى علشان محدش يزعل. باخد كل فلوسي وانت جودة بيغفلك. مين جودة ده صاحب بيت روت الشركه اللي ماضي معاها زياد زازا، تمام؟ عشان تبقى انت فاهم هو بيكلمه في ايه. طب المفاجاه بالنسبه لي كانت في ايه؟ وهي بعد كده لما فكرت فيها لقيتها انها مش مفاجاه، بس هي اللي جايه دي. طب عارف مين اصلا عافر عشان تمضي مع جودك؟ ابيو ساعتين بيقنع فيه وجودتي يقول له سيبك. كان بالنسبه لي انه هو ابيو كان هو برضه بيساعد ظهور زياد زازا، لان انا ما شفتهمش مع بعض في حاجه. لما جيت فكرت لقيت انه هو ليه لا، هو ابيو اصلا مد ايده لكل الناس اللي موجوده على الساحه دي، ولولاها ما كانش حد طلع. مروان موسى، ويجز، مروان بابلو، كل الناس دي، ميمو، سانتا، كل الرجاله دي. فايه اللي هيخليه ما يمدش ايده لزازا او يحاول يساعد زازا؟ علشان هو كان بيعمل ده لاجل الراب. ابيو اصله لما يكون لوحده ده بيتصرف غلط. شتم المعادي نزلها تاني يوم لحاسس زلط. هنا طبعا على الخناقه اللي حصلت ما بين زياد زازا وجيمي هود والتعاون ايه المعادي تاون مافيا. تونس شافه في الشارع ساعتها ولبسوه قصريه. طبعا انت عارف ان حسين علم على زياد زازا يومها. خش بقى على اللي جاي في الدسات. انت عارف انه جزء منها ايه؟ ان انا ممكن يجيب بيت من عندك، يجيب بار من عندك، يجيب تراك من عندك وارده عليك. اثبت ليكم منه اغبى من برميل الترشي. بلغ عن السونس بعد خناقته فازا مرشد. بلغ عن السونس بعد خناقه فازا مرشد. انت بترشد يا قلب اخوك. هو كان ناقص يقولها له بس في الاد لبس، وساعتها كانت بالنسبه لي هتبقى مكيفاني قوي، بس اللي جايه كيفتني اكتر. اثبت ليكم منه غبي وما فيش منه تاني. اللي قال جابوا لنا حكومه جاب حكومه لحد تاني. عيب يالا تقول ابو الانوار مالوش فيها، والله العظيم عيب. قال لك اللي قال جابوا لنا حكومه جاب حكومه لحد تاني. انت فاهم الراجل الراجل عنده الاصول، الراجل عنده اتربى على الحته دي، ما ينفعش تقول ما عندوش يا جدع. عندي اب ام اخ اصحاب فلوس حاجات كتير ثمينه.
اول مره اشوف كلب له لوب. ايه ده؟ ايه البيت ده يا جدعان؟ ايه البيت ده وايه الفلو ده؟ سلبنتين التيه وانت شاذ، كلمنتين التيه يا اسطى هنجزع. سربنتينا ليه هو انت؟ كلمنتينا ايه يا اسطى هنجزع؟ هنا بقى خدنا مروان موسى في سكه، حد كان قاعد محدش كلمه في ايه؟ قال له تعالى بس تعالى معايا في التراك كده، انا محتاجك في حاجه عشان هقولها تحت. قدرت تطلبها بس انت مش رابر يا تفه من كارتي، مبروك مين مدثر. وهنا طبعا بيرمي على انه زياد زازا متاثر قوي بكارتي، فبيحاول يبقى تراكاته شبهه، فقال له انت تفه من كارتي يا دوب. راضي شغل بالك بميمو وراب وما قلتش في تراكك فري عبد العاطي. يا سيدي على الوجع اضرب. قال له شغل بالك بميمو ورابو، ما قلتش ليه في تراكك فري عبد العاطي؟ تراك اسمي زازا، وده ليه بقى؟ خفت تتكلبش فشلته من الفيديو، جدعنتك مع صاحبك زي رابك في الارض. جدعنتك مع صاحبك زي رابك في الارض، عملت له بوستر وجنبه تصور، وهنا ضرب واضح وصريح ويصفه بعدم الجدعنه وعدم الرجوله، وانه ما بيقفش جنب صاحبه، وانه زي رابه في الارض. انت هترد تبقى لم الرجاله ورد. نداء لنقابه المهن الموسيقيه، فازا بيحط حديث شريف في اغنيه. اول رابر يسلم رابر في تراك، والله العظيم 3 بيسلموا. صوتك راح فين؟ تاني نداء لنقابه المهن الموسيقيه، فازا في الاغاني بيدعم المثليه. ترجعش من الجونه بقى، خليك هناك في الجونه، لو انا عارف ان انت في الجونه ترجعش. الراجل سلمك رسمي. قال البابا معجزه، بحبكم والله. طب امك عارفه انك غنيت حديث شريف، طب امك عارفه ان انت بتدعم مثليين. طب دس وهنرقص مش وقته، احنا عايزين نركز في انت بتعمل ايه؟ ايه البيت ده وايه الفلو ده؟ طب امك عارفه انك غنيت حديث شريف، طب امك عارفه انك بتدعم مثليين. ايه الفلو ده يا صاحبي؟ حرام يعني تهينه في دس. والله بالنسبه لي ده يتعمل بيه تراك حلو يا صاحبي. ايه ده؟ وطبعا انت مش محتاج اشرح لك، هو هنا بيقول له على ايه؟ التراك اللي كان مع كينجو اللي طلعنا واتكلمنا فيه والنب. ايه اللي انت بتعمله ده؟ معنى مش قاعد هنا على الله، دي شغاله برضه. طب امك شافت فيلم 60 جنيه، طب امك عارفه ابوك اتقال عليه في الفيلم ايه؟ طب مذاكره الواد مذاكره معاه الداتا وفارشها على الترابيزه، رغم ان انا لما سالت التراك ده اتكتب في نفس اليوم اللي نزل فيه تقريبا في ساعه وشويه، ويمكن اقل كمان حسب ما اتقال يعني. قالوا طب شفت فيلم 60 جنيه؟ فيلم 60 جنيه ده كان في مهرجان الجونه من سنتين، وده كان على تراك 60 جنيه اللي انت عارفه لزياد زازا، ولو مش عارفه روح اسمعه هتفهم. عارف ابوك اتقال عليه في الفيلم ايه بالراحه. طب امك شافت صورة ابنها بالجيبة، طب امك فهمت يا اسطى بوريس ترابنتينا. هتقدموا اعتذارات للراجل ده ولا لا؟ اصل دي حاجة غريبة اكتر من تراكك انت وجوزة، قبل ما تشتم يا اسطى محمد نور كنت تسأل مروان موسى. تعالى بقى السلكت قول بقى، اصل دي حاجه غريبه اكتر من تراكك انت وجوزه. بصراحه عنده حق، انا ما فهمتش التراك ده عايز ايه. قبل ما تشتم يا اسطى محمد نور كنت تسأل مروان موسى. ايه انت ما ايه؟ كانت دماغك فين؟ وجايز تكون دماغك فيكم محضر لنا حاجه هتفاجئنا، اتمنى. انا قاعد الحقوني احسن فتح دماغي جيبوا. ماشي ما قلدوا ده ماشي. انت مش ناصر ولا تشبح، مش رفاعي قد سوقي، ما تجيش هنا تدس سوقي. للصبح والله العظيم 3 لو ما كتب حاجه في الدس ده غير البار ده كده، للصبح ولا تشبح مش رفاعي الدسوقي، ما تجيش هنا الدس سوقي. الدسوقي اقسمها بقى نصين بقت الدس سوقي. انت كانت دماغك فين وانت بتقول ابو انوار ما بيعرفش يراب؟ يخرب بيتك. اعلاناتي في كل حته، انت ممكن تعلن لكوكي، انت واطي مع اخوك مش شور، لا يا اسطى انت لوكي. اعلاناتي في كل حته، انت ممكن تعلن لكوكي فراخ وكده يعني، انت فاهمني؟ انت واطي مع اخوك مش ثور، لا يا اسطى انت لوكي. طبعا ثور ولوكي الناس بتاعت مارفل بقى افنجرز، انتوا فاهمين ان ثور ده راجل جدع ولوكي ده راجل خاين جدا يعني. اللي انت هتحتاجه بعد الدس ده بتدين، مبدأ عندي احط عليكم واحد مساكين. العاب بقى الباتلز، الحاجات اللي ممكن يكون الناس بتاعت الكوميرشال مش مذاكراها وطبعا هيلعبها ضدهم يعني. الشيء اللي هتحتاجه بعد الدس بتدين الشيء، التراك بتاع ارسنك بتدين التراك بتاع ليجاسي. مبدأ عندي احط عليكم واحد مساكين. مبدأ تراك مروان بابلو واحد تراك ابي يوسف. في المطار وفي امطار محمد دولي نور الدين. في المطار الناس فاكره ان ده تراك مطار بتاع مروان موسى، بس ده مستحيل، هو تراك مطار بتاع ليل بابا. وفي امطار تراك امطار بتاع موسى سام، ودولي تراك دولي بتاع موسكو. انا مرزمن فرق الخبره بيني وبينك بالسنين. مرزمن تراك شهاب فرق خبره عفروتو. قال له فدورك جاي في الرحله هتحلم هطلع لك كابوس. فدورك جاي. ويجز في الرحله تراك مهاب. اخر اليوم هسويتش مدرس واجي اسمعك دروس. اخر اليوم تراك بجد. سويتش
تراك السونز. انا ناوي ما تبطل راب ونجمع لك فلوس. ناوي طبعا مين؟ عم الدنيا هاف ديفندر الراب المصري احمد سانتا. نجيب سيره تاريخ السين مالكش تراك محفوظ. نجيب سيره تاريخ السين مالكش تراك محفوظ. اوعى تعبط او عبط، انا عايزك تعبط. بص يا صاحبي، هتقضيها نكش بعد الدس، مش اصولها خالص. يا تنسحب فيبقى الراجل كسب ما تردش يعني، لو انت حاسس انك مش هتعمل حاجه اقوى من كده، يا ترد عليه. تنكش تاني بقت بايخه وهيتعلم عليك. انا بقول لك نصيحه يعني، بغض النظر عن ان وقت الدسات انا هبقى منحاز للي عامل دس حلو، فانا دلوقتي منحاز لابو الانوار عشان عامل دس حلو. لو زازا عمل دس فشخ فيها ابو الانوار هتلاقيني بنفس الفايب دي في الدس بتاع زياد زازا. هي اصول اللعبه كده في الهيب هوب يعني. بس لو نكشته في تراك وحشه قوي، صدقني وحشه. عارف، هو واحد ضربك في الشارع وانت رحت رنيت الجرس وجريت، ما ينفعش. او ضربك في الشارع فانت تفيت عليه. هل دي اصول؟ هل دي رجوله؟ يا ترد يا خلاص اتقفلت وشكرا، الراجل كسب البيف وتمام، علم عليك وعادي. ياما ناس تعلم عليها وكملت في السين ما حدش قال لهم حاجه. اتفقنا يا صاحبي؟ انت لو وصلت الحته دي في الفيديو انا بحبك. فيديو طويل قوي يلا والله، بس يستاهل. فوقنا ونقعد نسمع في التراك ده نتبسط، وياك تقول على حد تاني عنده تاريخ ما بيعرفش يراب. يا بخت نادر سنس كتب حاجه حلوه قوي، قال لك يا بخت المايك لما يقف عليه باتلر. ده حقيقي، يا بخت المايك اللي يقف عليه باتلر والله العظيم.